I don't know what to do. I don't know what to do. You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is it? Delicious. Spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. You look terrible. What's it eat? I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. تخيل كده تيجي لحظة في حياتك قدامك اختيار واحد بس، يا توافق يا تتحطم حياتك كلها. مش اختيار بإرادتك، مش مساحة تفاوض، لا، ده عرض شكله مغري لكن في الحقيقة هو تهديد مغلف بالدهاء. عرض لازم توافق عليه، لأنك لو رفضت انت انتهيت. الموضوع مش بس في عالم المافيا، الموضوع في حياتنا كل يوم. أنا هقدم له عرض ما يقدرش يرفضه. الجملة اللي قلبت تاريخ السينما في فيلم العراب، بس وراها سر نفسي وفلسفي بيحرك البشر من آلاف السنين. الموضوع بدأ بلحظة بسيطة جدا. مغني مشهور في هوليوود كان محتاج دور في فيلم هيغير مستقبله، بس في مشكلة، المخرج رافض يديله الدور، شايف انه مش مناسب للدور ده. جوني راح على طول على العراب، الراجل اللي الكل بيهابه وبيعمل له ألف حساب، وقف قدامه زي طفل صغير وقال له أنا محتاج الدور ده، حياتي هتضيع من غيره. العراب ساعتها ما اتكلمش كتير، رغم انه عارف انهم بدأوا الفيلم من اسبوع، يعني مستحيل المخرج يتراجع، ومع ذلك بصله وقال له الجملة اللي اصبحت ايقونة في تاريخ السينما كلها: انا هعرض عليه عرض ما يقدرش يرفضه. الجميل بقى ان العرض مش عرض عادي، مش فلوس ولا هي حتى حاجة مجاملة. العرض معناه يا تعمل اللي انا عايزه يا حياتك تنتهي. وفعلا تاني يوم المخرج صحى من النوم، لقى جنب سريره راس حصانه المفضل متقطعة. رسالة صامتة، لكن مفيش أوضح من كده رسالة. جوني أخد الدور، بس العالم كله عرف إن كلمة العراب ما فيهاش هزار. الجملة دي على قد ما هي بسيطة، على قد ما هي مرعبة في نفس الوقت، لأنها بتلخص فكرة السلطة في أوضح صورها: التحكم في اختياراتك. الإنسان بطبعه دايما بيدور على الحرية، يحب يحس إنه بيختار، لكن لما حد يحطك قدام موقف فيه اختيار واحد بس آمن، هنا الحرية بتتلاشى. وده سر كلمة عرض ما يترفضش. هو مش عرض أصلا، هو إلغاء كامل لحقك في الرفض، وده بيلعب على أعمق نقطتين في النفس البشرية. أولا الخوف من الخسارة، لأنك لو رفضت تعتبر نهايتك. تاني حاجة الطمع في المكسب، لو وافقت في مكسب مضمون. العراب كان فاهم ده كويس جدا، هو عارف ان البشر مش بيتحركوا بالحجج او المنطق، لكن بالخوف او الرغبة. الخوف من الألم والرغبة في النجاة او المكسب. والاخطر بقى انك لما تخلي الطرف التاني يصدق ان مفيش طريق تاني غير اللي انت رسمته، هو نفسه بيبرر موافقته ويحس انها كانت اختياره. وده فن التحكم، في علم النفس بيسموها illusion of choice، وهم الاختيار. تفتكر انك حر، لكن الحقيقة انك محشور جوه جدارين، والباب الوحيد المفتوح هو اللي هم هيحددوه. يمكن انت بتقول طيب ده فيلم مافيا، ايه علاقته بينا؟ الحقيقة حياتنا مليانة عروض ما تترفضش. في الشغل مدير بيطلب حاجات زيادة عن الشغل، وانت يا تشتغل وتعتبر وقت اضافي يا تدور على شغل تاني. هنا مفيش حرية، ده مش طلب، ده تهديد في صورة عرض. في السياسة حكومات طول الوقت بتحط الشعوب قدام خيارين: يا تقبل الوضع الحالي بكل مشاكله، يا ندخل في فوضى. عرض شكله منطقي، لكن الحقيقة انه تحكم كامل. في العلاقات الزوجية واحد بيقول لمراته يا تعيشي بشروطي يا الباب
يفوت جمل. برضه ده مش تفاوض، ده سيطرة. حتى في السوق والاستهلاك شركات بتدي لك باكجات وتقول لك برونز وسيلفر وجولد، تفتكر انك بتختار، لكن كل الاختيارات معمولة انها تخدم مصلحة الشركة، وانت متوجه لواحدة منهم بدون اي تدخل او تغيير في العرض. الفكرة هنا ان كل ما يتقدم لك عرض لازم تقف وتفكر، هل ده فعلا عرض ولا تهديد متغلف؟ هل انا عندي بدائل حقيقية ولا الوهم اتبنى حواليا بحيث ان انا ابقى محشور في زاوية واحدة؟ وده اللي خلى جملة العراب ايقونية، لانها مش بس عن المافيا، ده عن اي نظام قوة في العالم. كل كون بيسيطر على غيره بيعمل كده، يخليك تحس انك اخترت رغم ان الحقيقة ما كانش عندك اختيار. العراب استخدم العرض اللي ما يترفضش عشان يفرض سيطرته، بس الحقيقة ان السيطرة دي عمرها قصير، لأنها مبنية على الخوف، والإنسان اللي بيخاف هيسكت النهاردة بس هيجي يوم وينفجر. ربنا سبحانه وتعالى وضح الفرق بين السلطة بالقوة والسلطة بالعدل. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام كان قاسي مع الناس ما كانش حد هيستحمل يفضل حواليه، لكن اللي خلاه أعظم قائد للأمة إنه سلطته كانت مبنية على الرحمة والعدل. الإنسان لما يحط غيره قدام عرض ما يترفضش مبني على الخوف ممكن يكسب لحظة، لكن اللي بيبني حياته على العدل بيكسب قلوب الناس وبيفضل ذكره للأبد. والتاريخ مليان بنماذج لا تعد ولا تحصى. باختصار، القوة اللي مبنية على الخوف بتنهار مع أول فرصة، لكن القوة اللي مبنية على العدل بتثبت وبتكبر وبتفضل. فالسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، احنا في حياتنا مع أولادنا، مع شغلنا، مع الناس اللي حوالينا، مع جيراننا، بنستخدم أي نوع من العروض؟ هل بنرهبهم ونسوقهم للخوف، ولا بنعرض عليهم اختيارات عادلة يختاروا منها بجد؟ القوة الحقيقية مش إنك تخلي اللي قدامك يركع، القوة الحقيقية إنك تخلي اللي قدامك يحترمك حتى وإنت مش موجود. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.